قبل ما ابدأ حكايتي هعرفكم بنفسي. انا ناهد، عندي 30 سنة، متجوزة وعايشة مع جوزي في بيت، وعايشة معانا حماتي وابنها المعاق. وفي يوم لقيت جوزي راجع من الشغل وفرحان وبيقول لي: يا هند يا هند، افرحي يا هند، اتقابلت في مكتب السفريات اللي كنت مقدم فيه على سفر، والحمد لله هوضب الورق وسافر قريب. قلت له: بجد يا عماد؟ يعني اخيرا هتسافر وحياتنا هتتعدل بقى؟ انا مش مصدقه نفسي والله يا عماد. هصدقي يا حبيبتي، ان شاء الله هسافر وابعتلك الفلوس اللي انت عايزاها وتجيبي كل اللي نفسك فيه. انا عارف انك نفسك في الفلوس. قالت له: ما انت عارف يا حبيبي اني احلى حاجه في الدنيا دي كلها الفلوس، هي اللي بتخليني مبسوطه، وكمان علشان نجيب شقه وننقل فيها انا وانت لوحدنا، احسن مامك قعدنا كده هي واخوك على طول. قال لي: ليه كده يا هند؟ هو انا لو جبت شقه هسيب امي واخويا؟ لا، ملكيش حق يا هند انك تقولي كده. قلت له: يا حبيبي انا ما اقصدش اننا نسيبهم خالص، احنا بس هنفضل نيجي كده ونروح عليهم، بس يبقى لينا شقه لوحدنا، مش يبقوا كاتمين كده على نفسنا على طول. قال لي: لا، انت عارفاني انا مش بحب ازعل امي، وعلى فكره انا لما اسافر هبعتلك فلوس عن طريقك وانت تبقي تديها لها، ماشي؟ قلت له: من عينيا يا حبيبي، المهم دلوقتي السفر هيبقى امتى؟ علشان يعني ابقى عارفه، مع اني يعني بعدك عني هيتعبني قوي. قال لي: يا قلبي ده هما سنتين بس في الاول، وبعدين هنزل اجازه وابقى ارجع تاني اسافر. يلا تعالي بقى لما اروح اقول لامي. وخرج عماد من اوضته وراح اوضه امه وقال لها: انا هسافر يا ست الكل، الحمد لله اتقبلت في المكتب اللي انا كنت مقدم فيه. قالت له: الف مبروك يا حبيبي، وربنا معاك يا رب، مع ان يعني بعدك عني هيصعب عليا قوي، انت عارف اني ما اقدرش استغنى عنك يا عماد. قال لها: ما انا هبقى معاكي على طول بالاتصال، وكمان هكلمكم على النت صوت وصوره وكاني معاكم بالظبط. قالت له: تروح وترجع بالسلامه يا ضنايا، المهم تخلي بالك انت بس من نفسك. قال لها: المهم انت اللي تخلي بالك من نفسك ومن جمال اخويا، انا كل شهر هبعتلك فلوس علشان جلسات العلاج بتاعته، وتبطلي بقى تاخدي من الناس اللي بتساعد دي، احنا مش عايزين مساعده من حد. قالت له: حاضر يا ابني، وبعدين يا عماد فيها ايه يعني لما الناس بتساعد؟ انت عارف اخوك محتاج علاج غالي قوي، واهل الخير بيساعدوه علشان غلبان ومعاق، وانت كفايه عليك بيتك ومراتك. قال لها: انا قلت انا هصرف يما، بس المهم تيجي بس التأشيرة وسافر على طول. قالت له: ربنا معاك يا ضناي. قال لها: انا هقوم بقى علشان انام شويه، لاني رايح الصبح مكتب الجوازات علشان اخلص بقيه الورق. ورجع دخل عندي تاني في الاوضه بتاعتي، قال لي: انا هنام بقى علشان رايح بدري اخلص الورق. قالت له: ماشي يا حبيبي، وانا هقوم اشطب كده المواعين اللي في الحوض دي علشان ما تباتش للصبح. قلت له: تصبح على خير. ودخلت المطبخ وخلصت اللي ورايا، وفتحت الفيس ودخلت الجروب اللي انا عضوه فيه، وده جروب كان مشترك، وشفت واحد كده اسمه احمد منزل بوست بيقول: حظي لون لبسك دلوقتي، يا ترى حظي لونه ايه؟ علقت بكومنت كده وكتبت اسود، عمل ايموشن كده بيضحك ورد عليا وقال لي: يا ساتر يا رب، يعني هو مفيش غير اللون ده؟ رديت بضحكه كده وقلت له: حظك بقى وجه كده، لاني فعلا لابسه حاليا اسود، انا مالي بقى؟ رد عليا وقال لي: ماشي، مقبوله منك يا قمر. دخلت على صفحته وفضلت الف فيها شويه، لقيته منزل بوستات ضحك وشويه حزن. قلت لنفسي: انت باين عليك غريب قوي، بس شكله كان وسيم قوي. شفتها اللي في الصوره اللي حطيتها على البروفايل، وبقيت اعلق على كل بوست هو منزله. خرجت حماتي في الوقت ده من اوضتها، شافتني صاحيه وماسكه التليفون، قالت لي: انت لسه صاحيه يا هند؟ ده عماد كان بيقول ان هو هينام علشان عنده مشاوير الصبح. رديت عليها كده وانا مخنوقه منها، قلت لها: عماد نام، لكن انا لسه صاحيه، وانا لازم انام علشان هو نايم؟ قالت لي: لا يا بنتي، ما اقصدش حاجه، ما تقعدي براحتك، انا مالي، انا هدخل الحمام وارجع انام تاني. وسبتها ومشيت من قدامها. قلت لها: روحي يا شيخ، الهي ما توعي انت وابنك لهبل ده. وبعدها فتحت الفيس تاني وفضلت اقلب في الصفحه، ولقيت اشعار جايلي برساله منه، وقلت لنفسي: ايه ده؟ هو بعت رساله على الخاص؟ هو عارف منين اني بقلب في الصفحه عنده؟ لما اشوف بعت ايه. ولا قلت لنفسي: لا لا، استني شويه، مش هرد دلوقتي، لا لحسن يقول اني ما صدقت ولا حاجه. وفضلت سايبه الرساله كده متعلقه شويه، ولقيت نفسي رايحه علشان افتحها، ولقيته بعد بيقول لي: يعني هو انا لازم حظي يجي في اللون الاسود ده؟ حتى الوقت متاخر على اللبس الاسود ده، ولا اوعي تكوني حزينه علشان كده لابسه اسود؟ ضحكت وبعتله ايموشن ضحك كده ورديت قلت له: لا، انا مش حزينه ولا حاجه، دي هدوم البيت اللي لونها كده. رد وقال لي: اه، هدوم البيت، واضح انك بتحبي اللون ده قوي، مش كده؟ قلت له: ايوه بحبه جدا.
قلت له هو انت بعتلي رسالة ليه؟ هو انت تعرفني؟ قال لي لا، بس قلت نتعرف، حسيتك كده روحك حلوة ومرحة جدا في الجروب، قلت لما اتعرف بيكي. ولا مش عايزة؟ قال لي انا اسمي احمد، عندي 38 سنة، وانتي اسمك هند ولا ده اسم مستعار؟ قلت له لا، ده اسمي الحقيقي. قال لي عندك كام سنة يا هند؟ ضحكت كده وقلت له لا، انا مش بحب اقول على سني، بس انا اصغر منك لحسن تفكرني يعني كبيرة في السن ولا حاجة. قال لي لا لا، اكيد اللي روحها حلوة كده مش هتكون كبيرة في السن، يعني اكيد واحدة حلوة وصغيرة سنها مش باين عليها. قلت له على فكرة انا بتكسف. ضحك كده قال لي متجوزة يا هند ولا لسه؟ قلت له متجوزة. وانت؟ قال لي متجوز بس مش سعيد، يعني زي ما تقولي كده جوازة واتحسبت عليا وخلاص. بعدها فضلت اتكلم معاه كتير جدا، هو بقى يشتكيلي من مراته وانها تعباه جدا ودايما بعيدة عنه علشان هي مريضة قلب وبتحتاج لأدوية وراحة. وطبعا انا فضلت احكي له عن بيتي وحياتي لحد ما الصبح جه، واحنا كنا لسه بنتكلم، وفي الاخر قفلت معاه ونمت. وبعدها صحي عماد وخرج من الأوضة. امه قالت له هي مراتك لسه نايمة يا عماد؟ هي مش هتقوم علشان تحضر لك الفطار ولا ايه؟ رد عليها وقال لها لا يا امي سيبيها نايمة، وانا هعمل لي سندوتش كده خفيف علشان الحق انزل اروح اخلص الورق اللي ورايا. قالت له طيب يا ابني ربنا معاك وييسر لك امورك باذن الله. ومشي عماد وفضلت انا نايمة لحد بعد الظهر. ولما صحيت وخرجت الصالة حماتي قالت لي كل ده نوم يا هند؟ ايه يا بنتي العصر هيقدم. قلت لها هو انا يعني ورايا ايه علشان اصحى من بدري؟ ايه هصحى بدري يعني احلب الجاموسة ولا ايه؟ وبعدين هو انتي مش بتعملي الاكل اهو، عايزة مني ايه بقى؟ قالت لي يا بنتي انا مش عايزة حاجة، اعملي اللي في مزاجك انا مالي بيكي. قلت لها يا ريت تخليكي بقى في حالك علشان ما تسمعيش كلام مش هيعجبك. وفتحت التليفون بتاعي ولقيت رسالة جاية لي من احمد بتقولي صباح الخير يا قمر. ضحكت كده وقلت لنفسي يخرب بيتك وانت كلامك حلو كده. رديت وقلت صباح النور يا احمد، اخبارك ايه؟ معلش لسه شايفه الرساله، اصلي لسه صاحي من النوم دلوقتي. رد عليا وقال لي يا بختك يا عم، لسه صاحي مش زي حالتي كده في الشغل من بدري ومطحون. قلت له ربنا معاك يا احمد يا رب. المهم فطرت قبل ما تروح الشغل ولا لا؟ قال لي والله يا هند انا مش لاقي حد يفطرني قبل ما انزل، فجبت لي كده سندوتشات كده على الماشي يعني ومشيت حالي. قلت له لا لا، لازم تهتم بنفسك وتفطر قبل ما تنزل لشغلك. قال لي لما الاقي حد يفطرني بقى. المهم يا بخت جوزك بيكي، زمانه عايش في هنا طبعا. قلت له يا عم انت هتقر علينا ولا ايه؟ فضل يضحك. وفجأة دخل عماد جوزي من الباب. في الوقت ده بعت رسالة لأحمد، قلت له طيب يا أحمد أنا هقفل دلوقتي لحسن جوزي جه، يلا مع السلامة. قال لي مع السلامة يا قمر، هنسهر مع بعض النهاردة، اوعي تنام. دخل عماد وقال لي هنود خلاص يا حبيبتي السفر اتحدد وهسافر الأسبوع الجاي والدنيا هتحلوي بقى. قلت له ألف مبروك يا حبيبي، تروح بالسلامة، المهم تكلمني كل يوم ماشي؟ أنا هفضل مستنية مكالمتك بفارغ الصبر. رد عليا عماد وقال لي ده أنا هزهقك مكالمات يا قلبي طبعا. وعدت الأيام وفضلت أكلم أحمد، وسافر عماد وسابني مع أمه وأخوه. وفي يوم حماتي قالت لي هو أنت يا بنتي بتفضلي ليه صاحية طول الليل على البتاع اللي أنت ماسكاه ده اللي هو المحمول وتفضلي نايمة لحد المغرب؟ قلت لها وانت عايزة مني ايه يا ولية انتي؟ انام لحد المغرب لحد الفجر؟ ايه دخلك انتي في حياتي؟ بقولك ايه، انا مش عايزة قرف، انا مش ورايا حاجة ماشي؟ قالت لي وانا كل ما اكلمك كلمة تعملي كده فيا؟ هو ايه يا بنتي، هو انا بتكلم في ايه يعني؟ هو ابني مشي وسابني للهم ده؟ قلت لها هم؟ انا هم يا ولية؟ طب ابقي شوفي مين بقى اللي هيعملك الطفح، انتي وابنك ماشي؟ قالت لي الله يسامحك يا هند انا مش عايزه منك حاجه. رد جمال ابنها لهبل ده وقال لي انت وحشه يا هند، انت وحشه، انا مش بحبك، انا بحب عماد بس، انت وحشه. زعقت له قلت له بس يلا انت، مش عايزه اسمع صوتك، انت سامع ولا لا؟ لحسن المصحف اعلقك هنا في الصاله. قلت له كده وسبتهم ودخلت اوضتي. وفضل جمال يعيط زي العيال الصغيره. واتصل بيا عماد وقال لي انا بعتلك الفلوس يا هند، تروحي بكره تسحبيهم وتدي الام نصهم علشان تودي جمال للدكتور، وعلشان كمان امي ما تحتاجش لحد. قلت له حاضر يا عماد. وبعدين ما هو يعني بيجيله مساعدات، انت عايز تصرف عليه ليه بقى؟ ما كفايه اللي بيجيله. قال لي لا يا هند انا مش عايز امي تمد ايد لحد تاني، انا عايز امي تاخد مني انا وبس. وبعدين الحمد لله انا ربنا فاتحها عليا على الاخر ومش هبخل على امي ولا اخويا.
قلت له ماشي يا عماد، ايه اللي تشوفه. وفعلا تاني يوم رحت سحبت الفلوس واديت لحماتي جزء بسيط منهم، واخدت انا الباقي. ولما عماد سألني قلت له ان انا اديتها نص الفلوس. وفي يوم بكلم احمد وقال لي معلش يا هند، معرفتش ارد عليكي بالليل، اصل انا كنت زهقان قوي ومخنوق. قلت له ايه اللي مزهقك كده يا احمد؟ مالك؟ قولي متخبيش عليا. قال لي مفيش، اصل انا كنت زهقان كده علشان مراتي كانت محتاجه علبه دواء، بس هي غاليه قوي ومعرفتش اجيبها لها وحاسس ان انا قليل قوي. قلت له طيب ولما انت محتاج فلوس ما قلتليش ليه؟ ما انا معايا فلوس، جوزي بيبعت لي كل شهر فلوس بروح احطها في البنك لاني مش محتاجاها. احمد رد بخبص عليا كده وقال لي لا لا طبعا يا هند، انا مش هينفع اخد منك فلوس، لا طبعا انا مش هينفع اخد. قلت له طيب ليه بس؟ هو انا ايه وانت ايه؟ وبعدين انت مش قلتلي اننا بقينا واحد؟ انا عايزاك متتكسفش مني واطلب مني اللي انت عاوزه. اقول لي بس انت عايز كام يا هند؟ اصل ولسه هيقول لي يا هند اصل قطعته في الكلام. قلت له مفيش اصل، خلاص قول لي بقى وحياتي عندك، قول لي عايز كام وانا اخر النهار احولك المبلغ على رقمك. قال لي ماشي يا هند، وقال لي على المبلغ اللي هو عايزه، ورحت فعلا حولت له الفلوس وبعدها فضلت اكلمه على طول. وفي يوم حماتي عماد قال لها انا ببعتلك فلوس يما بتوصلك، قولي لي علشان انا مأكد على هند تديكي الفلوس اول باول. قالت له اه يا ابني بتديني قرشين كده لما انت بتبعت لها، بس انا هرجع اخد مساعدات تانية يا عماد، اصل الفلوس اللي انت بتبعتها لي مش بتكفي العلاج بتاع اخوك. قال لها مش بتكفيك ازاي يعني؟ انا ببعتلك وبزياده. طيب اقفلي كده يا ماما وانا هكلمك تاني وهشوف الموضوع ده. وفي الوقت ده كنت بكلم احمد فيديو ولقيت عماد بيتصل بيا، وقلت له يوه ده عايز ايه دلوقتي ده وبيتصل بيا ليه؟ احمد قال لي في ايه يا حبيبتي مالك؟ قلت له الزفت جوزي بيتصل بيا، استنى يا حبيبي هرد عليه وارجع لك تاني اكلمك، هشوفه بس عايز ايه. وقفلت مع احمد ورديت على عماد وقلت له في ايه يا عماد؟ انت اول مره تتصل في الوقت ده. قال لي انت مش بتدي لامي الفلوس اللي انا قلتلك عليها ولا ايه؟ رديت عليه كده وانا متوتره بقول له فلوس؟ ما انا بديها يا عماد ولا هي سلطتك عليا وقالت لك اني مش بديها؟ قال لي لا طبعا امي ما قالتش كده، بس انت بتديها فلوس اقل من اللي انا قايل لك عليها علشان علاج اخويا. قالت له انا بديها يا عماد فلوس وبعدين احنا اتفقنا اننا نحوش علشان نجيب الشقه، يعني هو انا الحق عليا اني بوفر لك علشان نقدر نجيب الشقه؟ رد عليا وقال لي انت مالك ومال التحويش، انا ببعت فلوس علشانك انت وامي واخويا علشان تصرفوها عليكم مش علشان تحوشي منها. ادي لامي الفلوس كلها يا هند بدل ما احولها هي على رقمها وهي اللي تديك المصروف. قلت له لا لا يا عماد خلاص انا هديها الفلوس بس اوعى تبعت عليها، امك جاهله ومش هتعرف تتصرف ماشي؟ قال لي ماشي يا هند لما اشوف اخرتها معاكي. قال كده وقفل معايا. قلت له داهيه لما تاخدك انت وامك، عكننت عليا. ورحت فتحت الرساله مع احمد علشان اكلمه، وانا بكلمه دخل عليا جمال اخو عماد وقال لي انت كلمي مين؟ انت كلمي مين يا هند؟ انت بتكلمي راجل غير عماد اخويا؟ انا هقول لامي انت كلمي راجل تاني. ورحت ماسكاه بسرعه ومسكت السكينه بتاعه الفاكهه وقلت له انت عارف لو نطقت بكلمه واحده انا هقطع لك لسانك، انت سامع؟ اللي شفته دلوقتي ده اياك تقول لحد عليه. قلت له بص للسكينه دي هتقطع رقبتك. جمال بخوف كده خلاص 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 يا هند خلاص خلاص بس ما تقطعيش رقبتي. طبعا هو بيتكلم كده لان هو مريض. قلت له ايوه اسمع الكلام وخليك حلو، يلا غور روح عند امك يلا. وراح عند امه وهو بيرتعش كده، وامه قالت له مالك يا جمال مالك يا حبيبي بتترعش كده ليه؟ مش هروح عند هند تاني، انت روحي عندها لوحدك. طبعا حماتي قالت له الله انا مش كنت بعتك لهند علشان تنادي عليها وتقول لها انها تيجي تكلمني؟ رد عليها قال لها لا روحي انت نادي عليها، انا لا يا ماما انا هنام. عمتي قالت لنفسها هو ماله الواد ده خايف كده ليه؟ ما تكونش خوفته البت دي منها لله البعيده. وعدت الايام وكل ما جمال يشوفني يخاف، وامه تقول له روحي يا جمال خلي هند تعمل لي كوبايه شاي. جمال يقول لها لا روحي انت قولي لها انت يا ماما. حماتي بصت لي كده وقالت لي هو انا كل لما اقول لجمال ينادي عليكي ليه احس انه خايف منك؟ قلت لها هو خاف مني ليه؟ وبعدين انت كنت عايزه حاجه يعني؟ قالت لي اه كنت عايزه اشرب بس كوبايه شاي بس انا ما كنتش قادره اقوم اعملها لنفسي. قلت لها بزهق كده طيب انا هقوم اعملها لك.
ودخلت المطبخ وعملت لها كوبايه الشاي وشربته، ودخلت علشان اكلم احمد وقال لي انا مش عارف اعمل ايه يا هند، اجيب منين؟ انا تعبت يا هند ومش عارف اعمل ايه. قلت له في ايه يا احمد بس، مالك يا حبيبي، انت ايه اللي مزهقك كده؟ قال لي الفلوس يا هند، الفلوس مقصره معايا قوي ومش عارف اعمل ايه، محتاج فلوس علشان العلاج بتاع مراتي، انا شكلي هعمل في نفسي حاجه. قلت له بعد الشر عليك ما تقولش كده، انا فداك وهديك كل الفلوس اللي انت عايزها، هبعتلك الصبح كل الفلوس اللي معايا، بس ما تعملش في نفسك كده. احمد رد عليا بخبث كده، انا مش عارف اقولك ايه يا هند، ربنا ما يحرمني منك ابدا، بس اعتبري الفلوس دي سلف وانا هردها لك على فكره. قلت له ما تقولش كده يا حبيبي، فلوسي هي فلوسك، المهم احنا مش هنتقابل بقى؟ نفسي نتقابل. احمد رد عليا قريب جدا يا حبيبتي، قريب جدا. وبعدها فعلا قابلت احمد وكنت كل يوم عن يوم بتعلق بيه اكتر. وفي يوم حماتي قالت لي انها رايحه تزور واحده قريبتها وسابت جمال نايم، وانا ندهت عليه وصحيته وقلت له تعالى انا عايزاك يا جمال، وجي عندي ورحت انا مسكاه في الصاله وقلت له هتفضل هنا مربوط لحد لما فكك بمزاجي، ماشي؟ اياك تنطق بكلمه، انت سامع؟ فضل يعيط زي العيال الصغيره، وانا دخلت اوضتي وفضلت اتكلم مع احمد ونسيته خالص. ورجعت حماتي من بره شافته قالت يا لهوي ايه اللي عمل فيك كده يا جمال؟ ايه ده يا حبيبي؟ جمال فضل يعيط جامد وفضل يقول لها هند وحشه، هند وحشه، هي عملت كده. حماتي قالت له يا حبيبي يا ابني انت يا اللي اسمك هند، انت يا بنت. ورحت جري عليها وقلت لها في ايه يا وليه، مالك انت بتنادي عليا كده ليه؟ عايزه ايه؟ انت رابطه الواد الغلبان كده وسايباه كده؟ مش حرام عليكي يا شيخه، ربنا ينتقم منك. اتاري الواد بيخاف منك، وانا اقول بيخاف منك ليه؟ اتاريكي رعباه. قلت لها بقولك ايه، ده قليل الادب ولازم يتربى، وانت يا اختي مدلعاه. قلت لما ربيه انا. قالت لي حرام عليكي، ده قليل الادب، ده غلبان وما يعرفش الثمن من العمى، روحي منك لله، انا هكلم ابني واقول له على اللي انت عملتيه في الواد ده. قلت لها قولي له وانا هقول له ان هو بيتهجم عليا، وشوف ابنك بقى هيصدق مين. قالت لي روحي منك لله، انا ابني هيصدقني انا، بس اصبري بس لما يتصل بيا. تعالى يا ضنايا تعالى، معلش يا حبيبي حقك عليا يا ابني. خدته ودخلت اوضتها وانا فضلت اغلي ومبقتش عارفه اعمل ايه، واتصلت باحمد وقلت له. قال لي انت لازم تخرسي الوليه دي علشان لو قالت لابنها حاجه هيقلب عليكي ومش هيبعتلك فلوس تاني. قلت له طيب اعمل ايه يا احمد، اتصرف ازاي واخرسها ازاي، انا مش هعرف اعمل ايه. احمد قال لي اسمعي، انا لما اقابلك هديكي ماده كده تحطيها لها في الشاي، هتخلي لسانها يتشل ومش هتنطق تاني. قلت له ماده ايه دي يا احمد؟ قال لي ماده كده بيستخدموها في التركيبات بتاعه الادويه بس بنسب يعني معينه، ما انت عارفه انا شغال في معمل ادويه وانا هجيبلك منها وتخرسيها خالص. قلت له عندك حق، انا لازم اخرسها خالص لانها لو اتكلمت مش هيرضى يبعت لي فلوس تاني خالص. وانا بقى ما صدقت ان الفلوس بقت معايا كتير، ده انا حتى قلت له ان هو ما ينزلش اجازه ويفضل هناك، اصل السنتين قربوا يخلصوا وكلها كام شهر ويرجع. احمد رد عليا وقال لي لا انتي خليه هناك وقولي له ما يرجعش علشان يفضل يجيب فلوس. قلت له ما هو ده اللي انا بعمله يا حبيبي، انا اصلي مش هقدر استغنى عنك، وبعدين احنا على اتفاقنا، انا هحوش من وراه واتطلق منه واتجوزني صح؟ احمد لقيته ارتبك كده وقال لي اه طبعا يا حبيبتي، امال ايه؟ وتاني يوم احمد قابلني واداني الماده اللي هخرس بيها حماتي، وبعدها حطيت لها في الشاي. وحماتي بعدها ما بقتش تتكلم خالص وبتشاور، وانا بقول لها مالك يا حماتي؟ لا الف سلامه عليكي، شفتي بقى علشان بس تبقي تهدديني كل شويه انك تقولي لابنك اديني خرستك اهو. حماتي فضلت تصرخ بصوت مكتوم لانها ما بقتش بتتكلم. وبعدها عماد اتصل بيا وقلت له امك يا عماد تعبانه قوي، مره واحده كده لقيتها مش بتنطق، الدكاتره قالوا انها حاله نفسيه ربنا يشفيها. عماد قال لي هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل لها يا هند؟ وايه اللي عمل فيها كده؟ انا كنت بكلمها من يومين كانت حلوه، يا ريتني ما مديت المده بتاعت السفر وكنت نزلت في وقت الاجازه، انا عايزه اطمن عليها يا هند. قلت له معرفش يا عماد، هي بقت كده ليه لوحدها، وبعدين انت مديت المده علشان نعرف نعيش يا حبيبي، خليك انت بس في حالك وهي واخوك في عينيا الاتنين، ما تقلقش يا حبيبي. قال لي ربنا يخليك يا هند، انت زوجة اصيلة علشان شايلة امي واخويا في عيونك، ربنا ما يحرمني منك. قلت له يا حبيبي انا اعمل اي حاجة علشان خاطر عيونك انت وبس، خليك انت بس في شغلك وانا هنا بسد بدالك.
وقفل معايا عماد، ولقيت جمال جاي بيقول لي انا عايز اكل، انا جعان يا هند، انا جعان. قلت له امشي يلا غور من هنا، ومفيش طفح، واياك اسمعك بتقول عايز اطفح تاني ولا هقطع لسانك انت، فاهم؟ قال لي انت وحشه يا هند، انت وحشه. قلت له انا وحشه؟ طب والله لوريك. ورحت جبت المقشه ونزلت فيه ضرب، فضلت اضرب بيه على جسمه، وحماتي فضلت تصرخ بصوت مكتوم، وجت تحوش عنه ضربتها هي كمان، وقلت له كل يوم من ده لحد ما تتعلم الادب انت وامك. جمال اترمى في حضن امه وفضل يعيط ويقول لها انا عايز عماد اخويا، عماد عماد، علشان اقول له هند وحشه. فضلت تطبطب عليه وهي مش عارفه تعمل حاجه. وفي يوم كنت انا بقابل احمد، وعماد كلم امه واخوه، كلمهم فيديو على التليفون، وهو بيكلمه جمال قال له هند وحشه يا عماد، هند وحشه، عملت امك كده، امك مش تعرف تتكلم علشان هند وحشه، وضربتني بالمقشه وضربت امك. عماد ما كانش فاهم حاجه منه خالص، وفضل يقول له انت بتقولي ايه يا جمال؟ وبص لامه كده وقال لها هي هند اللي عملت كده ياما؟ قولي لي وشاوري اي حاجه، هند اللي عملت فيكي كده وضربت جمال؟ امه هزت راسها بايوه، وانهار عماد وتعصب، قال وحياة غلاوتك لانا راجع وجايب لك حقك انت وجمال اخويا. وقفل معاهم واتصل عليا، وكنت مع احمد وقلت له استنى لما ارد عليه واشوفه عايز ايه. قلت له ايوه يا عماد، انت بتتصل بيا ليه وانا بره؟ معلش يا حبيبي بجيب طلبات البيت. قال لي طيب انتوا كويسين وامي وجمال كويسين؟ اصل كنت عايزه اكلمهم والتليفون امي مقفول. انت هترجعي امتى؟ قلت له انا شويه وراجعه، يلا باي يا حبيبي. وبعدها على طول حجز عماد على طول في اول طياره ونزل من السفر، وانا في الوقت ده كنت ماسكه اخوه عماله بضرب فيه بالحزام، وقلت له علشان تتربى يا قليل الادب، انت وامك اللي دلعتك دي. لقيت فجاه عماد دخل وبيقول لي بصوت عالي هند انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا واطيه يا بنت الكلب؟ بقى انا سايب لك امي واخويا امانه معاكي تقومي تعملي فيهم كده؟ اتصدمت، بصيت لي كده قلت له عماد انت جيت امتى؟ قال لي جيت علشان اشوف عمالك يا زباله، انا هرميكي بره في الشارع يا واطيه، انت ما بقيتيش تستاهلي اللي انا عملته علشانك. قلت له طيب علشان خاطري يا عماد اديني فرصه تانية. قال لي ولا تانية ولا تالتة، انت طالق، يلا يا هند انت طالق، غوري اطلعي بره، امشي من هنا. وطردني من البيت ومشيت في الشارع. وراح عماد بأمه عند الدكتور وقال له انها واخده ماده خلتها ما تتكلمش، وبعدها اخدت علاج وبقت كويسه، وقالت له ان هي اللي عملت كده وعذبت اخوك لما شافها بتكلم واحد على التليفون، وقال لها انه هيقولك، وانا علشان برضو قلت لها اني هعرفك اللي بتعمله في اخوك خرستني يا ابني، وقالت لي كده ارحم، وبقت تهدد اخوك. عماد قال لها ياما انا كنت متجوز شيطانه وانا مش عارف؟ لا وكمان ايه خاينه، انا كان لازم اقتلها. قالت له لا يا ابني ما توديش نفسك في داهيه علشان واحده زي دي، خلاص يا ابني اهي راحت لحالها. قال لها خليها تغور في داهيه الخاينه دي. وبعدها رحت لاحمد بيته لانه ما كانش بيرد عليا، وشفت مراته وكانت واحده قمر ومش تعبانه ولا فيها اي حاجه. قالت لي انت عايزه احمد ليه؟ انت مين؟ قلت لها انا واحده كده اعرفه. وخرج احمد من جوه وقال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلعي بره، انا ما اعرفش الاشكال الزباله دي، انت واحده رخيصه وخنتي جوزك، اياكي تقربي مني تاني، يلا غوري من هنا غوري. قلت له يا واطي يا ندل، خربت بيتي علشانك وانت دلوقتي مش عايز تعرفني؟ انا اللي كنت بصرف عليك. فضل يضرب فيا ورماني بره بيته، وانا قعدت على السلم وفضلت اعيط مش عارفه اروح فين، بس انا اللي استاهل عشان انا اللي مشيت في طريق غلط من الاول، وما عرفتش احافظ على بيتي وجوزي اللي عمري ما اعرف اعوضه تاني. ويا ريت كل واحده تحافظ على بيتها وما تمشيش في الطريق الغلط علشان اخرته هلاك. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهارده. اتمنى اسمع رايكم في الكومنتات، ودي كانت حكايتي معاكم النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه.